ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه عمرو دياب الجديده، اغنيه بطمن عليك. لسه نازله كده بقالها حبه حلوين، ونزلت يوم عيد الحب. دي بصراحه غريبه جدا، انا برضه اقول لكم رايي ايه على الاغنيه. يلا بينا. اغنيه عمرو دياب الجديده اغنيه بطمن عليك. الاغنيه يا جماعه من كلمات والحان عزيز الشافعي، ومن توزيع احمد ابراهيم. الاغنيه يا جماعه مبدئيا انا شايف ان هو كان توقيت غلط جدا ان هي تنزل فيه. الاغنيه يا جماعه كان لازم انها تنزل في توقيت تاني خالص. يعني هي ماشي اوكي في الشتاء، واغنيه دراما لعمرو دياب، وكان نفسنا من بدري ان احنا نسمع حاجه دراما. مش توقيتها الصح. انا شايف ان الاغنيه نزلت في وقت مش بتاعها خالص. كانت من بدري نازل لها برومو، بس كان ميوزك بس، كانت حته كده نازله ميوزك. هي اغنيه دراما حلوه جدا من عمرو دياب، انا برضو مش شايف فيها اختلاف قوي. اغنيه دراما لعمرو دياب برضو انا مش شايف فيه اضافه. الاضافه يا جماعه اللي فعلا كانت قويه جدا في الاغنيه هو اللحن والتوزيع. التوزيع يا جماعه من احمد ابراهيم كان في حته تانية خالص. التوزيع يا جماعه كان مسافر تقريبا. التوزيع كان قوي جدا، وبجد يا جماعه عامل فيها مزيكا حلوه قوي. بالنسبه يا جماعه للالحان كانت عزيز الشافعي برضو، والكلمات ماشي. الكلمات كانت كويسه، موضوع دراما لعمرو دياب معمول بشكل كويس. بس يا جماعه الالحان كانت اقوى بكتير من الكلمات. انا شايف الالحان كانت حلوه قوي من عزيز الشافعي. عامل يا جماعه لحن بجد كان عبقري جدا في الاغنيه. في يا جماعه جمله اللي هي بتقول يا بعيد عن عيني يا بعيد. يا جماعه الحته ديت عمرو بيقولها كده بطريقه حلوه قوي. اللحن بتاعها يا جماعه كان عالي جدا، وبيعلى في حتت معينه بطبقات معينه في الاغنيه. شايف ان هي كانت معموله بشكل كويس جدا. اللحن هو اللي كان يعني واخدني جدا في الاغنيه مع التوزيع. وصوت عمرو طبعا مش كده يا جماعه، ان عمرو دياب فيه اغاني كده ما بيحبش يحط فيها كوبليهات كتير. طب انا مش عارف ايه السر. طب ما انت زود كوبليه تبقى ليها كمان. ممكن الكوبليه التاني ده يبقى احسن من الاولاني، ممكن يكون احسن من السينيور نفسه على فكره المتكرر اللي فيه. كان تعاون حلو جدا. برضه يا جماعه عزيز الشافعي بصراحه انا من الناس اللي فعلا بحبها جدا. راجل مجتهد جدا، بيعمل شغل حلو دايما يا جماعه. بصراحه بيطلع كلمات ولحن بيبقوا حلوين قوي. بس انا اول مره اسمع اغنيه احس ان في حاجه اعلى من حاجه. يعني الالحان كانت اقوى بكتير من الكلمات بالنسبه لي في الاغنيه. شايف ان برضو الموازنه ديت انا كنت بشوف ان هو الوحيد اللي بيعرف يعملها في اكتريه الاغاني اللي كنت بسمعها. كنت دايما يا جماعه اسمعها لا كلمات ولحن بصراحه تحفه. انا مش شايف كده. شايف ان الالحان هي اللي كانت اقوى بكتير. كلمات كانت ماشي، هي كانت حلوه والموضوع كان حلو جدا. واغنيه يا جماعه دراما لعمرو دياب على فكره من الاخر اغنيه حلوه. بس برضو انا كنت عايز كوبليه تاني. كنت عايز برضو ان يكون في كلمات زياده شويه في الاغنيه، احس ان انا بسمع كذا كوبليه، مش كوبليه بعد كده سينيو متكرر طول الاغنيه لغايه لما الاغنيه تخلص. بس برضو يا جماعه اللحن كان بصراحه روعه جدا من عزيز الشافعي. توزيع يا جماعه احمد ابراهيم برضو كان عالي جدا بصراحه. انا يا جماعه احمد ابراهيم من ساعه ما ابتدى يشتغل مع عمرو دياب وهو بيعمل له يا جماعه شغل جامد وتقيل. يعني مثلا ما فيش في مره يعمل له اغنيه احس ان توزيعها عادي، او ان هي اغنيه مش قد كده. توزيعها يا جماعه دايما بيبقى تقيل. حتى من قبل ما ادخل اسمعها ممكن اكون باخد شويه وقت في الاغنيه، او ان انا انزل لكم حلقه معلش. بس هو بسبب الشغل يا جماعه برضو، عشان انا برضو شغال شغل تاني غير اليوتيوب. انا معاك وكل حاجه، بس برضو يعني انا عليا شغل تاني. وفي نفس الوقت يا جماعه برضو انا بحب اخد وقتي عشان اسمع الاغنيه كويس جدا. مش مجرد ان انا اعمل الحلقه اول ما الاغنيه تنزل على طول. انا بحس ان انا كده بكروت الدنيا، عشان ناس كتير جدا بتطلب مني وتبعت لي مسجات. طب نزل الحلقه، طب قول لنا رايك بسرعه. طب ما انا كده ممكن اظلم الاغنيه. لازم اسمع الاغنيه يا جماعه على رواقه عشان اعرف احللها واقول لكم رايي فيها بالظبط زي ما انا شايف من وجهه نظري. وبرضه قولوا رايكم في الكومنتات، انا عايز اعرف كل وجهه نظر واحد فيكم. والاغنيه يا جماعه بشكل عام انا شايف ان هي اقوى حاجه فيها كانت اللحن والتوزيع، والكلمات كانت معموله بشكل كويس من عزيز الشافعي مع الالحان. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد وبتشوف اشترك وفعل زر الجرس، واعملوا لايك عشان اكمل في المحتوى اللي بقدمه اكتر واكتر. وشاركوا في كل مكان لكل اصحابكم وقعدوا الدور ما تنسوش. ويا جماعه اللي لسه ما اشتركش يشترك. كنتوا عارفين طبعا كل الكلام ده، انتوا اظبطوني بقى بمعرفتكم. ان انا يا جماعه والله بتعب جدا في الحلقات دي، وبتعب في كل حاجه بتنزل. ان انا اللي بمنتج وانا اللي بعمل كل حاجه، وكمان برضو لازم ان انا اطلع لكم احسن حاجه عندي واقدم لكم ماتيريال محترم. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. شكرا.